ما كنتش أعرف أبداً إنه اللحظة اللي وافقت فيها أعيش مع أمي وجوزها الشاب حتكون بداية أتعس أيام حياتي وأقسى كابوس عشته. أنا نور، عندي 24 سنة. بعد ما انفصلت عن جوزي الأولاني بسبب طباعه الصعبة، رجعت أعيش مع أمي هيام اللي اتجوزت راجل ميسور الحال وقتها. بعد ما مات اتفاجأنا كلنا إنها قررت تكسر الدنيا وتتجوز شاب أصغر منها بكتير اسمه سيف. سيف ده كان شخص طماع، عينه زايغة، وبيعرف يزين كلامه كويس عشان يسيطر على أمي وفلوسها. أول ما دخلت الشقة استقبلني بابتسامة خبيثة ونظرات جريئة مسحت جسمي كله من فوق لتحت. مع الأيام بدأ سيف يستغل غياب أمي عن البيت بحجة الشغل أو المشاوير. في يوم كنت واقفة في المطبخ بجهز الغداء، لابسة بيجامات بيتية ضيقة ومجسمة بين التفاصيل جسمي الكيرفي المدور، وبصراحة كنت لفت انتباه أي حد. دخل ورايا المطبخ فجأة وقفل الباب بالمفتاح. قلت بخضة: أنت بتعمل إيه؟ افتح الباب. قرب مني ببطء وابتسم بخبث وقال بصوت واطي: إيه الجمال ده كله يا نور؟ أمك مش معتني بيكي ولا بإنوثتك؟ دي خسارة تضيع وسط الحيط. حاولت أزقه وأبعد عنه بس كان أقوى مني، وفضل يقرب ويلمس دراعي ويقول بجرأة وقحة وهو باصص لمؤخرتي البطيخ وجسمي الكيرفي: ده أنت حتة تانية خالص، تفاحة، ده أمك ما تجيش جنبك حاجة. دزته بعنف وفتحت الباب وجريت على أوضتي وأنا مرعوبة. بس من اليوم ده تحول سيف لثعبان بيني وبيني. سيف ما كانش بيسكت، كان كل ما يشوفني لوحدنا يحاول يلمسني أو يبتزني بالكلام الساخن، وكل ما أصده يهددني إنه هيقلب أمي عليا ويقولها إنه أنا اللي بجري وراه وبعكسه. وفعلاً بدأ السم اللي بيزرعه يجيب نتيجه. أمي بقت تتبصلي بنظرات شك وعصبية مستمرة من غير سبب، وكل ما سيف يعمل حركة قذرة كان يقلب الترابيزة ويقنع أمي العجوزة المخدوعة إن أنا اللي عينية زايغة وعايزة تخرب البيت. في ليلة من النحس كنت نايمة في أوضتي وفجأة فتح الباب ودخل علي بكل وقاحة وهو سكران وعاوز يفرض نفسه علي غصب. فضلت أصرخ وأقاوم بكل قوة، وأمي صحت على الصوت وجريت على الأوضة، لكن الملعون سيف قلب الترابيزة في ثانية ورمى نفسه على الأرض وقال لأمي بدموع تمساحية: الحقيني يا هيام، بنتك دخلت علي الأوضة وعاوزة تغويني وتعتدي علي. اتصدمت وساعتها حسيت إن الدنيا اتقفلت في وشي. أمي مصدقتش كلامي وصدقت جوزها الشاب وضربتني بالقلم قدامه وطردتني في عز الليل وأنا بلبس الخفيف في الشارع. كنت ماشية في الشارع أعيط ومنهارة مش عارفة أروح فين، لحد ما ظهر في حياتي عاصم، محامي شاب شهم وغني، كان عارف بلاوي سيف وسوابقه كويس وكان بيراقبه عشان يجيبه. شافني عاصم بالمنظر ده وقرر يقف جنبي ويحميني. حكيت له على كل اللي عمله سيف ومكائده هو وأمي. عاصم ما كانش بس بيساعدني، ده دخل البيت بقوة القانون ومعه الأدلة والتسجيلات والكاميرات اللي بتثبت بريتي وتكشف سيف على أصله. لما أمي شافت الفيديوهات والدلائل قدام عينيها انهارت تماماً وقعدت تعيط وتلطم وتندم إنها ضيعت بنتها عشان خاطر شاب واطي وطماع. سيف اتقبض عليه واتحبس في قضايا نصب وتعدي، وأمي طلقته وهي صاغرة. عاصم طلبني للزواج بعد ما حس بقيمتي وعوضني عن كل لحظة خوف وقهر عشتها. بقيت معاه في أمان وراحة بال، وجوزي طلع راجل بمعنى الكلمة، بيحبني ويقدر أنوثتي وجسمي الكيرفي بجد مش بطمع. وأمي رجعت تترجاني أسامحها، والجرح صحيح بيقعد وقت عشان يطيب، بس ربنا دايما بينصر المظلوم في الآخر.